الشارع الاتحادي بدا غاضبا على الإدارة وعلى هيئة الشرف وعلى كل شيء، هو يطالب بدعم أكبر واهتمام أكثر. منتابع مع حسين الغاوي لأنه في سابق حكى كلمة أحمد وأنا ما قدر نحن نتجاوزها، موضوع الشاورما اللي حكى عليه رئيس هيئة أعضاء الشرف الأخ محمد الفايز. منتابع. أنا ما تعودت إنه أحد يكمم لي أصواتي. لا أنا ما وعدت، اللي قال إنه وعدت كاذب. يعني اجتماع طعفش. لا تعليق. الجمهور كان يبغى حاجة جدا جدا جدا. دائما السيء عندنا هو اللي يستمر. تعقيبا على تصريحات ضيفنا المهندس محمد الفايز بخصوص جماهير الاتحاديين يتبرعوا للاتحاد بشاورما، احنا مشينا لاحد المحلات الشاورما في مدينه جده وبنشوف الاتحاديين، نشوف ايش بيقولوا، رده فعلهم. كم سعرها؟ سعرها 11 ريال وجبه. مهندس محمد يقول ب 20 ريال عشان تبرعوها للاتحاد. مين؟ مهندس محمد الفايز يقول ب 20 ريال. مهندس محمد الفايز هو عضو شرف الاتحاد. زعلكم؟ جدا. والله يا اخي اذا كان وصلنا للمرحله هذه ان احنا نتبرع بقيمه الشاورما ونبطل نتعشى لكن يعني ما اتوقع انه احنا يعني نادي زي نادي الاتحاد انه وصل انه مثلا انه يحتاج ل 20 ريال من الناس يعني، لكن اذا كان وصلنا للمرحله دي مستعدين نتبرع ب 20 ريال عادي. اذا جاء منصور البلاوي ابو تامر اكيد بنتفاعل لانه هو وعدنا وان شاء الله. لان الاداره همها انها تطلع في الشاشات الفيديوهات، ما همها اللاعبين، ما همها الجمهور، ما همها شيء. هذا السبب الوحيد لا اقل ولا اكثر. اداره فاشله، المعذره للاداره، اداره فاشله. قالوا نبغى حنجيب عبد العطيف، لا جابوا عبد العطيف. قالوا بيجيبوا حسني قالوا بيجددوا معاه، راح اخذوا النصر. يعني ما في صراحه ما في جديه في الاداره. بلا شك انه موجود بعض التكتلات. الان راينا انه بعض اعضاء الشرف يريدون اللاعب فلان واللاعب فلان ما يريدونه، وهذا ما فعل وهذا ما جناه تجاه حسني عبد رب وعبد العطيف، انهم رحلوا عن نادي الاتحاد وهم في حاجه ماسه لوجود هذه اللاعبين اللي كانوا صراحه محور ثقل في نادي الاتحاد الموسم المنصرم. لابد في المقام الاول توحيد صف الاتحاديين وجمعهم على كلمه الاتحاد، هذه هي النقطه الاولى. اختيار رئيس في اسرع وقت لنادي الاتحاد، تاخير الجمعيه العموميه الى قبل انطلاق الدوري باسبوع، اعتقد هذا امر غير صالح او ليس في صالح نادي الاتحاد. لابد من الاستاذ محمد الفايز الان الجلوس مع الاتحاديين واختار، يعني المفروض انه اختيار رئيس توافقي يكون افضل من جميع اطراف الاتحاد. كل غضب عليه على تصريح الشاورما، نتمنى انه هو يكون يعني التصريح هذا فهم من الجماهير الاتحاديه، وانه المهندس محمد الفايز هل يستطيع المهندس محمد الفايز لم شرفيه الاتحاد واعاده اللحمه للبيت الاتحادي؟